أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. في نهاية السنة تفتكروا ايه أهم حاجة ممكن نعملها؟ مع اقتراب السنة من نهايتها بيكون هو ده الوقت المثالي للتأمل وإعادة شحن طاقتك وتمهيد الطريق لبداية جديدة. نهاية السنة بتوفر لنا فرصة لتقييم إنجازاتنا والتعلم من تجاربنا وتحديد النوايا للمستقبل، ولما ندي الأولوية لحاجات معينة هنقدر نخلي الفترة الانتقالية دي ليها معنى أكبر ونجهز نفسنا لسنة جديدة مليانة بالإنجاز. فكر في إنجازاتك، خد وقت للتفكير في إنجازاتك خلال السنة اللي عدت، احتفل بالإنجازات الكبيرة والصغيرة، فكر في الأهداف اللي حددتها لنفسك وقيم التقدم اللي بتعمله فيها. تفكيرك في إنجازاتك مش بس هيعزز ثقتك في نفسك، لكن هيوضح لك نقاط قوتك ومجالات النمو اللي عندك. اتعلم من تجاربك، راجع التحديات اللي واجهتها خلال السنة، اكتشف الدروس المستفادة من التجارب، وخد بالك من ان ده هيساهم من نموك الشخصي والمهني. حدد اهداف جديدة، نهاية السنة هي الوقت المثالي لتحديد اهداف جديدة للسنة اللي جاية. فكر في اللي عايز تحققه على المستويين المهني والشخصي. حدد اهداف ذكية محددة تكون بتتوافق مع قيمك وتطلعاتك، وقسمها لخطوات تقدر تنفذها وتقدمك خطوة في طريق النجاح. التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم. الفوضى بتوقف انتاجيتك وبتعمل لك ضغوط اضافية. خد وقت لترتيب مساحتك المادية، نظف مكتبك، نظم ملفاتك، اتبرع او اتخلص من اي حاجة انت مش بحاجة ليها وما بقتش بتستخدمها. في نفس الوقت صفي عقلك، دون يومياتك أو قم بالأنشطة اللي بتعزز التأمل الذاتي. عبر عن الامتنان. الامتنان بينمي العقلية الإيجابية وبيقوي العلاقات. خد لحظة للتعبير عن الامتنان للأشخاص والتجارب والفرص اللي أثرت فيك طول السنة. اكتب رسائل شكر، عبر عن تقديرك، أو ببساطة خد وقت للتفكير في النعم. الامتنان بيمهد الطريق لنظرة إيجابية وبيفيدك في حياتك. اهتم بنفسك، حط الأولوية لرعايتك الذاتية ولإعادة شحن طاقتك ورفاهيتك. اتأكد انك بتاخد القسط الكافي من الراحة. كل أكل صحي، مارس الأنشطة اللي بتحبها، خلي التمارين والتأمل في روتينك اليومي علشان تقدر تحافظ على صحتك العقلية والجسدية. لما بتهتم بنفسك بتزود نفسك بالطاقة والمرونة اللي بتحتاجها لمواجهة تحديات العام الجديد. خطط للمستقبل، اعمل رؤية للسنة الجديدة من خلال تحديد أولوياتك، واعمل خطة قابلة للتنفيذ، وقسم أهدافك لخطوات أصغر وجدولها وحدد لها وقت على مدار السنة. فكر تطلب التوجيه من المتخصصين لو كان الموضوع بيستدعي ده. وجود خطة واضحة بيعرفك الاتجاه اللي المفروض تمشي فيه وبيساعدك على الاستمرار في التركيز. مع اقتراب السنة من نهايتها من الضروري تفكر وتستعد للمستقبل. انتهز الفرصة للتخلص من الفوضى وخطط للسنة الجديدة. لما تعمل ده فانت بتحط الأساس لسنة جديدة مليانة بالنجاح والإنجاز. وبس كده، ده كان أول فيديو في سلسلة التخطيط وإزاي نبدأ بداية جديدة بطريقة صحيحة. أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.